لو فاكر إن رأفت الهجان هو الوحيد اللي علم على مخابرات الكيان يبقى فايتك كتير. تخيل واد مسجون بتهمة النصب يطلع من زنزانته عشان يبقى السواق الشخصي لقادة جيش الاحتلال ويصور بن جوريون وموشي ديان متلبسين. الحكاية بتبدأ في أواخر الخمسينيات مع شاب مصري من أصل أرمني اسمه كيبورك يعقوبيان. واد حليو ولبط دمه خفيف وبيتكلم 5 لغات، بس ظروفه المادية كانت وحشة فاشتغل مصوراتي في الجناين. ولما الدنيا قفلت معاه عمل كام عملية نصب خايبة ودخل السجن. وهو قاعد في زنزانته بيكلم نفسه الباب خبط ودخل عليه ضابط مخابرات مصري تقيل وعرض عليه صفقة العمر، حريتك ومستقبل والدتك مقابل تخدم بلدك وتخترق الكيان. كيبورك ما كدبش خبر وقال يلا بينا. المخابرات جهزته سنة كاملة على الحبر السري والتصوير الدقيق، بس التحدي كان ازاي هيدخل هناك على انه منهم. هنا المخابرات عملت له عمليه عشان يبقى زيهم بالظبط، وعيشوه في المعبد بتاعهم بشارع عدلي يتعلم طقوسهم وصلواتهم. طلعوا له ورق مضروب باحترافيه باسم اسحاق كاوتشوك، شاب تركي امي مدفونه في البساتين، وادوله صوره قبر امه وقالوا له ده باسبورك لقلوبهم. المخابرات ما صفرتوش الكيان على طول عشان ما يتكشفش، طلعوا البرازيل كدوله ترانزيت. على المركب كيبورك صاد عيله من الكيان وبدأ يعيط ويطلع صورة قبر أمه ويمثل دور اليتيم المقطوع من شجرة. العيلة قلبها اتقطع عليه وهم اللي ترجوه يسافر معاهم تل أبيب، وبمجرد ما وصل قدم ورق الهجرة واتجند في جيش الكيان وبقى لابس الميري بتاعهم. كيبورك دخل فرقة النقل وبكاميراته صور آليات ومطارات ومخازن عسكرية على أساس إنه مصوراتي هاوي بيتصور مع زمايله. ذكائه خلى قيادة الجيش تختاره يبقى السواق والمساعد الشخصي لعميد كبير اسمه شمعية باكنيتشيان. يعني كيبورك بقى قاعد في الغرف المغلقة بيحضر اجتماعات مع وزير الدفاع موشي ديان، وصور بن جوريون بنفسه وهو بيستلم طيارات ميراج فرنسية في مطار سري. ده غير ان صاحبته كانت متجندة في المدفعية وبتهرتل بكل اسرار الجيش وهي بتشرب معاه الشاي. سنتين وكيبورك شغال حنفية معلومات للقاهرة، وكان بياخد تعليماته من راديو متظبط على اذاعة صوت العرب. بس الشباك كان عنده هوس وبيفتح الجوابات عشوائي، فوقع في ايديهم رسالة مشفرة ليه. وفي ديسمبر 1963 اتقبض عليه واتحكم عليه ب 18 سنة سجن. تفتكروا مصر تسيبه؟ مستحيل. في سنة 1966 3 أشخاص من الكيان عدوا حدود القطاع بالغلط عشان يرفهوا عن نفسهم ويشتروا بطيخ بلدي حلو. مصر لقطتهم فورا وقالت للكيان عايزين بتوع البطيخ هاتوا كيبورك يعقوبيان و2 فدائيين كمان. الكيان اتجنن، ازاي نبدل جاسوس بوزن ده ب3 مدنيين بتوع بطيخ؟ بس قدام العند والنفس الطويل المخابرات المصرية وافقوا، ورجع كيبورك مصر بطل منتصر وعايش شبح، لدرجة ان الصحافة عندهم دورت عليه في كل حتة عشان يصفوه وما وصلوش لظله. المخابرات المصرية طول عمرها مدرسة بتعلم على أعتى أجهزة الأمن في العالم وفي عقر دارهم.